السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد. اليوم راح أقدم لكم مباراة السوبر اللي كنا منتظرينها، السوبر السعودي، الهلال والأهلي. أول شيء المباراة انتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح، ولكن في حقيقة في بعض التفاصيل خلت الأهلي تفوز، ولكن الهلال كان في الشوط الثاني يستحق بأنه يفوز، ولكن الأهلي كانت عنده بعض النقاط خلته تفوز. نبدأ الحلقة. قبل كل شيء أحب أبارك الأهلي فوزهم التاريخي، يعني اللي خلى الأهلي يدخل التاريخ، لأنه لأول مرة الأهلي يحقق بطولة السوبر، وأيضا الأهلي حقق 3 بطولات في سنة واحدة. فأعتقد بأنه هذا شيء كبير من ناحية اللعيبة، وأيضا من ناحية المدرب اللي لأول مرة يعني المدرب اللي على طول يلعب كنهائي ويفوز. فأعتقد بأنه شغل كبير من ناحية الفريق بفوزهم ب3 بطولات هذه السنة، وليس عمل فردي. في البداية راح أتكلم عن بعض النقطتين خلت الأهلي تفوز. أول نقطة وهي التحلي بالصبر، كانوا دائما ممتازين في الصبر، يحاولوا بأنهم يدافعوا، ونقطة يعني يحاولوا بأنهم يدافعوا بطلوع الروح، يعني يدافعوا ويحاولوا بأنهم أبدا ما يقبلوا أهداف، ونجحوا بذلك. والهدف حق الهلال لو تلاحظ أتى من كرة ثابتة، فأعتقد بأنه الأهلي لا يلام من ناحية الدفاع. فأعتقد بأنه الأهلي قدم دور دفاعي على أكمل وجه، وهذا من الصبر بالنسبة للأهلي. النقطة الثانية كانوا ممتازين فيها استغلال أي فرصة خطأ من ناحية الخصم، فأعتقد بأنه نجحوا بذلك وسجلوا هدف التعادل من ناحية عمر بهدف عمر السومة، اللي كان خطأ من محمد جحفلي جاب الطاعة، وعمر السومة سجل الهدف. فكانوا ممتازين من ناحية استغلال أي فرصة تأتي خطأ من الخصم. وأيضا في نقطة ثالثة أحب أقولها، بأنه الأهلي كان دائما يفتك الكورة والتحول السريع إلى الهجوم، ولكن اللي كان يمنع هذا الشيء الخيبري كان جدا ممتاز من ناحية الهلال. راح اتكلم بعد شوية، بس الأهلي كان ممتازين جدا من ناحية افتكاك الكرة ومحاولة اختراق أو محاولة تعدي الخيبري اللي كان صلب أمامهم، خاصة في افتكاك الكرة. بالنسبة لفريق الهلال، أيضا فريق الهلال راح اتكلم عن شيئين كان الهلال مميز فيها. أول شيء كانوا ممتازين من ناحية السيطرة، من ناحية فرض أسلوبهم في الملعب. وأيضا الشيء الثاني بأنهم إذا الأهلي رجع الكورة افتك الكورة، في بعض اللعيبة افتكوا الكورة على طول، والتحول السريع، فبدل ما تصير الهجمة للأهلي تصبح الهجمة متكررة إلى الهلال. فأعتقد بأنه الهلال كان ممتاز جدا من ناحية فرض أسلوبه في الملعب. والشيء الثاني الخيبري كان جدا ممتاز من ناحية كافتكاك الكرة. وأيضا الرويلي القادم من التعاون كان جدا ممتاز من ناحية التمريرات والتيكي-تاكا، كان دائما يسوي شغل مع محمد الشلهوب وسالم الدوسري، كانوا جدا ممتازين هذول الثلاث اللعيبة من ناحية التمريرات، وكانوا يشكلوا تمريرات خطيرة. وأيضا الرويلي كان ممتاز من ناحية الكرات الثابتة، لكن في النهاية ضيع ركلة الجزاء. بالنسبة لتشكيلة الفريقين، في البداية فريق الأهلي في الحراسة المثالي، في الظهير الأيسر محمد عبد الشافي، والظهير الأيمن المطيري، ومعتز هوساوي وعقيل بالغيث قلب دفاع. أعتقد بأنه هو عقيل بالغيث هو البديل لأسامة هوساوي القادم للهلال. فأعتقد بأنه عقيل بالغيث راح يستغل
خروج أسامة هوساوي من الأهلي. المحورين تيسير الجاسم وكارلوس. كارلوس دائما ممتاز من ناحية افتكاك الكرة والتحول السريع إلى الهجمات المرتدة، لكن زي ما قلت اللي دائما يمنعها الخيبري بأنها تكمل الهجمة المرتدة. ولكن أعتقد بأنه كارلوس قدم أداء مميز من ناحية بأنه يعني يفتك الكرة والتحول السريع إلى الهجمات المرتدة، وقدم الكثير قدم الكثير في هذه المباراة. تيسير الجاسم لن يظهر بشكله المعتاد، يعني كان جدا سيء في هذه المباراة، ما ورانا الأشياء اللي عنده من ناحية التمريرات، من ناحية التسديدات، ولم يقدم اللي كنا منتظرين منه. علي عواجي على اليسار. علي عواجي زي ما قلت إنه يحتاج لبعض المباريات يلعب فيها مع الأهلي لكي يتأقلم مع الفريق، يتأقلم مع خطة الفريق. زي ما قلت علي عواجي لن يقدم أشياء كثيرة في المباراة حقيقة، لأنه علي عواجي يحتاج زي ما قلت بأنه يحتاج إلى بعض الصبر عشان يقدم شيء مع الأهلي عشان يتأقلم مع الفريق. لازم يتأقلم مع الفريق. على اليمين سلمان المؤشر جناح أيمن، والمؤشر كان جدا ممتاز من ناحية كجناح ومن ناحية كمهارات، كان ممتاز من ناحية المهارات، ولو تلاحظ بأنه كان يشكل خطورة من ناحية الجناح وأيضا العرضيات. فتفة كان في النص. فتفة ممتاز من ناحية توزيع اللعب، من ناحية إحياء اللعب، يعني يخلي اللعب خطير جدا من ناحية الأطراف ومن ناحية عمر السومة. فممتاز فتفة في صناعة اللعب ومن توزيع اللعب. راس الحربة المتحرك هو عمر السومة الخطير، هو اللي سجل طبعا الهدف التعادل، واعتقد بأن السومة كان ممتاز من ناحية استغلال أي فرصة تجي خطأ من الهلال. بالنسبة لتشكيلة الهلال في الحراسة المعيوف ظهير أيسر ظهير أيمن فهد الغازي، ظهير أيسر البريك جحفلي وأسامة هوساوي كانوا في قلب الدفاع. جحفلي هو طبعا جاب الطاعة في الهدف الأول أو هدف التعادل حق الأهلي، وأسامة هوساوي لو تلاحظ أسامة هوساوي وجحفلي كانوا دائما إذا كان مسيطر الهلال يوقفوا في وسط الميدان. وايضا فهد غازي والبريك هم كلمة السر للهلال، لانه كان دائما يتقدم من ناحية الهجوم، فاعتقد بانه هم اللي يخلوا الهلال يفرض سيطرته في الملعب. بالنسبة للوسط المحورين الرويلي والخيبري، لو تلاحظ في المباراة او تلاحظ في التشكيلة بانه الرويلي والخيبري هم اللي يكونوا من المحورين، لكن لو تلاحظ في الملعب انه الرويلي هو اللي بيهاجم اكثر، هو اللي هجومي اكثر، وهو اللي خطير اكثر من ناحية الهجوم. اما الخيبري كان دائما هو كمحور ارتكاز لعب وكمحور ارتكاز صلب حقيقة، وهو اعتقد عنده مستقبل كبير مع الهلال. العابد على اليسار، العابد على اليمين، وسالم الدوسري على اليسار. العابد لم يظهر يعني ما قدم الأداء اللي احنا كنا منتظرين منه، خاصة انه هو لاعب مهاري حقيقة وممتاز من ناحية السرعة، ولكن دائما كان بالمعنى الصح يسقط في الملعب لأنه ضعيف شوية بدنيا. سالم الدوسري كان جدا ممتاز، عمل شغل كبير هو والرويلي والشلهوب. الشلهوب كان جدا ممتاز من ناحية المرور ومن ناحية الاختراق ومن ناحية الكرات والتمريرات والرفعات اللي كانت ممتازة منه. الشلهوب حقيقة كان ممتاز. في راس الحرب المتحرك هو ليو كان جدا ممتاز من ناحية المهارات، وايضا من ناحية استغلال اي فرصة خطأ من الاهلي. طبعا هذا كان لدينا. طبعا لا تنسوا لايك وسبسكرايب. كان معكم اخوكم محمد والسلام.